السلام عليكم أعزائنا طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. رجعنا لكم النهاردة علشان نشرح الدرس الثاني في أول وحدة لينا السنة دي العام الدراسي 2025-2026. كنا شرحنا الدرس الأول وكان عبارة عن درس قراءة. النهاردة الدرس الثاني هو درس الجرامر، بيتكلم في درس البريزنت سيمبل المضارع البسيط. زي ما احنا اتعودنا مع بعض، الملفات اللي احنا هنشرح منها هسيبها لك في صندوق الوصف عندك، تقدر تدخل على التليجرام هتلاقي كل الملفات لو انت حابب تذاكر من الملفات اللي احنا بنشرح منها. تعالوا نشوف كده مع بعض. الدرس ليه عنوان بتاعنا How we use technology، ازاي نستخدم التكنولوجي او ازاي يكون عندنا طريقة اسهل في استخدام التكنولوجي. ده زي ما قلنا شرح الدرس ليه التاني. طيب الدرس التاني بيتكلم عن ايه؟ تعالى بقى كده خلي بالك معايا. بيتكلم في البريزنت simple. ايه البريزنت سيمبل ده؟ اللي هو طبعا المضارع البسيط. بريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. طيب انت طبعا البريزنت سيمبل المفروض ان هو عدى عليك في المرحله الابتدائيه، بس طبعا احنا عارف ان معظم الطلبه بتوعتنا على الله حكايتهم محدش فاكر حاجه، فاحنا هنعمل ايه؟ هنشرحه من الاول خالص. بس احنا قبل ما نشرحه تعالى كده ايه، عايزك تشغل دماغك وتقول لي انت ملاحظ ايه في الحاجات اللي احنا هنكتبها. لو جينا كتبنا قلنا مثلا she watches TV، وجينا قلنا مثلا I watch TV، وقلنا مثلا أحمد sleeps early، وقلنا I sleep early. تعالى كده قول لي انت ملاحظ ايه في الجمل اللي معانا كده هنا على البورد. اول جملة بيقول لي she watches TV، I watch TV، أحمد sleeps early، I sleep early. تعالى كده نشوف الفعل. ايوه، حد ملاحظ حاجة؟ هنا كلمة يشاهد محطوط لها ES، وهنا كلمة يشاهد في المصدر ما فيهاش حاجة. تمام. هنا sleeps محطوط لها حرف الاس، وهنا sleep مش محطوط لها حاجة. حد خد باله ليه احنا عملنا كده؟ يعني ليه احنا هنا حطينا ES او اس عموما، وليه هنا ما حطيناش؟ هنا ليه حطينا؟ هنا ليه ما حطيناش؟ هو ده البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. المضارع البسيط بيقول ايه؟ بيقول لو الفاعل بتاعي مفرد. لو الفاعل بتاعي مفرد. يعني ايه الفاعل بتاعي مفرد؟ تعالى بقى هو ده نشرح المضارع البسيط. قال لك لو الجملة بادئة بمفرد. يعني ايه مفرد؟ هي او شي او ات او اي اسم مفرد. جملة بدأ به شي ات أحمد محمد محمود ذا كات القطة، كل ده مفرد. قال لك عايز أعمل الفعل مضارع بسيط. قال لك بتيجي عند الفعل وبتضيف له اس أو اي اس أو اي اي اس. تاني، يبقى المضارع البسيط لو الجملة بدأ بمفرد هي شي ات، الفعل بتاعك بيكون فيه اس، بيكون فيه اي اس، بيكون فيه اي اي اس. طيب بمزاجنا، كل واحد بمزاجه. يعني واحد يقول لك انا هحط اس، والبنت تاني تقول لك لا انا هحط اس، وحد تاني يجينا من بره يقول لك لا 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 سيبك بقى من الاس والاس تحط اس. لا طبعا ده كلام مش منطقي. اكيد في قاعده للاس، واكيد في قاعده للاي اس، واكيد في قاعده للاي اي اس. بس قبل ما اقولهم تعال نكمل القاعده. هل الانجليش مفرد فقط ولا اكيد مفرد وجمع؟ مفرد وجمع. طيب احنا مع المفرد هي شي ات هنضيف حرف الاس. طب مع الاي والوي واليو والذي يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اهو تعالى كده بالراحه. مع الاي والوي ويو وذي ايه اللي هيحصل للفيرب؟ ايه اللي هيحصل للفعل؟
قال لك الفعل هيكون بدون اي اضافه. يعني ايه بدون اي اضافه؟ في المصدر. علشان كده تعالى كده معايا اهو، تعالى كده بص هنا قلنا ايه؟ I قلنا watch ما ضفناش حاجه، قلنا I sleep هو ده المضارع البسيط. يبقى من وجهة نظرك مين الأسهل؟ الأسهل المفرد ولا الأسهل الجمع؟ طبعا الجمع، لأن الجمع مش هنعمل أي حاجة خالص. تاني يبقى لو الجملة بدأت بI، بدأت بوي، بدأت بيو، بدأت بذي، الفعل هيكون في المصدر. الجملة بدأت بهي، بدأت بشي، بدأت بإت، هنضيف اس أو اي اس أو اي اي اس. تعالى بقى كده نشرح امتى نضيف اي اي اس. قال لك لو الفعل انتهى بحرف واي، قبل حرف الواي حرف كونسونانت. يعني ايه كونسونانت؟ حرف ساكن. هو الانجليزي فيه ساكن ومتحرك؟ طبعا في 21 حرف ساكن و5 متحرك. يبقى احنا نذاكر المتحرك. مين المتحرك؟ A I E O U، اي واحد غير دول كونسونانت ساكن. احنا قاعدتنا بتقول واي وقبليه ساكن، نعمل ايه؟ نشيل الواي ونضيف اي اي اس. يا مستر انا مش فاهم حاجه. تعالى بس خلي بالك واحده واحده. لو انا جبت قلت كلمه يجرب تراي ده نحط له اس ولا اي اس ولا اي اس مع المفرد؟ تعال نشوف. اخر واي ماشي، قبل الواي حرف الار ساكن يبقى تمام، يبقى اشيل الواي يبقى تي ار اي اي اس. ناخد واحد كمان ماشي، ناخد كراي يبكي، واي وقبليه ار هيبقى كرايز. تمام. يبقى امتى اضيف للفعل اي اس يا سنه اولى؟ لما يكون الفعل منتهي بحرف ساكن منتهي بواي وقبليه حرف ساكن. طيب امتى اضيف اي اس؟ لما الفعل يكون منتهي بسي اتش، اس اتش، اس اس، اكس او. زي يذهب جو اضيف لجو اي اس تبقى جوز. زي يشاهد واتش تبقى واتشز. تمام. طيب باقي مين كده؟ باقي الاس. قال لي الاس بقى مع باقي الافعال. يعني ايه يا مستر؟ يمشي يعني ووك. تعال نشوف ووك، نضيف له اس ولا اي اس ولا اي اس؟ اخره واي؟ لا. طب اخره حاجه من دول سي اتش اس اتش؟ لا. يبقى هنضيف له اس بس هيبقى ووكس. حد يسالني بقى يقول لي يا مستر طب يلعب بلاي، ها اضيف له اس ولا اي اس ولا اي اس؟ تعال نمشي واحده واحده. بليه اخر واي؟ واي وساكن، الايه متحرك، يبقى القاعده دي مش هتنفع. طب اخره حاجه من دول؟ لا. يبقى ما تبقالوش الا الاس. يبقى بلاي اللي هو يلعب بنضيف له ايه يا سنه اولى؟ بنضيف له حرف الاس، يبقى ووك ووكس، بلاي بلايز. قواعد الاضافه دي كلها مع المفرد. طب هكتب لك جمله او هكتب لك فعل وعايزك تعدله، واللي هيعدله يبقى هو مركز معايا 100%. بس قول بصراحه في التعليقات، سواء شايفنا انت في الفيس او في اليوتيوب، قول بصراحه انت حلتها صح ولا غلط. عايزين نظبط الفعل ده مع بعض. هديك مثلا كلمه ماشي يشاهد. يلا عايزك تقول لي اس ولا اي اس ولا اي اس؟ اي واتش تي في. يلا كده نضيف ايه الواتش؟ اس ولا اي اس ولا اي اي اس؟ هسيبك كام ثانيه تفكر. واتش تي في. واتش ده واتش اس ولا اي اس ولا اي اي اس؟ قول بصراحه. اكتب كده في التعليقات جاوبتها صح ولا غلط. تمام. الجماعه البصمجيه هيقولوا ايه؟ الله يا مستر ده اخرها سي اتش يبقى هنضيف لها اي اس. اقول لك صفر، غلط. مش هنضيف حاجه خالص. ليه؟ لان الاي بيعامل معامله الجمع اهو، مع الاي والوي واليو والذي. اما نسيب الفعل في المصدر هو كده صح. يبقى خلي بالك بقى، احنا مش بنضيف اس ولا اي اس ولا اي اس الا امتى؟ اذا كان الفاعل مفرد. يعني لازم اللي بره يكون هي او شي او ات. ضحكت عليك وخلي بالك لازم تركز في الموضوع ده. تعال نعيد تاني بس باختصار بقى نلم الدنيا شويه. يبقى انا عندي اهو لو الجمله بدات بهي
او she او it او اي اسم مفرد بنعمل ايه للفعل؟ اكيد هنضيف له اس، صح كده؟ او اي اس او واي اس. احنا بنلخص الكلام اللي قلناه. طيب لو الجمله فيها I او we او you او they هنعمل ايه للفعل؟ هيكون في الانفينيتيف في المصدر بدون اي اضافه. تعال نتعلم تاني حاجه بقى معانا ازاي ننفي او نسال على المضارع البسيط. قال لو الجمله بدات بمفرد هنستخدم في النفي كلمه doesn't بعد الفعل على طول، يعني نزل الفعل زي ما هو واجيب من عندي doesn't وارجع الفعل للمصدر، شيل منه الاس. طب لو الجمله بدات بجمع هنستخدم كلمه don't ومين برضو؟ don't والمصدر. يا مستر مش فاهمين حاجه، اكتب لنا جمل نشتغل عليها. ماشي. لو انا قلت لك مثلا she studies، هي تذاكر hard، هي تذاكر بجد. يلا عايزين ننفي الجمله دي. دي مفرد، يبقى المفرد بيتنفى ب doesn't، يبقى هنقول she doesn't وستاديز يرجع لاصله هيبقى ايه؟ هيبقى study. اوعى تنسى النقطه دي. وادي كلمه hard. طيب لو هنا كانت I play، انا العب تنس، عايزين ننفي الجمله دي هنقول ايه؟ I don't play tennis. I don't play tennis. طيب تعالى كده، يبقى دي قاعده النفي. طيب قاعدة الكويستشن السؤال، لو أنا عايز أسأل سؤال بهل، قال لك المفرد لو أنا عايز أقول هل أسأل بداز، وهنا هسأل بدو. طيب يجي إيه بعد داز؟ قال لك يجي الفاعل المفرد وبعد كده برضو مصدر وأدي كويستشن مارك. طب وهنا بعد دو برضو فاعل جمع وبعد كده انفينيتيف مصدر وكويستشن مارك. تعالوا نسأل على الجملة دي she studies hard. لو أسأل بهل أقول إيه؟ does she studies ولا study؟ ليه؟ عشان جبنا does. أقول yes she does أو no she doesn't. طيب do أبدأ بدو والأي تحول طبعا في السؤال ليو. do you play tennis؟ ممكن أقول yes وممكن أقول no. طيب هنا في نقطتين مهمين. يا مستر انا ازاي اعرف ان الجمله present simple؟ ازاي اعرفها انها مضارع بسيط؟ يعني ايه؟ هل في كلمات داله؟ هل في استخدامات؟ طبعا الاستخدامات قال لك لو الجمله facts. يعني ايه facts؟ حقائق. يعني ايه حقائق؟ لما اجي اقول لك the sun rises from east، الشمس تشرق من الشرق، دي حقيقه، يبقى نستخدم مضارع بسيط. يبقى الحقائق مضارع بسيط. 2 habits. يعني ايه habits؟ عادات. وهنا بقى تيجي بقى الكلمات الدالة على المضارع البسيط اللي احنا بنسميها adverbs of frequency، ظروف التكرار. اقوى واحدة فيهم always، بعد كده عندك usually، وبعد كده عندنا sometimes، وعندنا often و rarely قليلا، وعندنا صفر طبعا اللي هي never ابدا. دول اللي في كتاب المدرسة. طبعا عندك في حاجات تاني، عندنا occasionally وعندنا every، في حاجات كتيرة، بس طبعا دول اللي موجودين في كتاب المدرسة اللي هي العلامات الدالة على المضارع البسيط، وبيتسأل عليهم بأداة استفهام اللي اسمها كم عدد المرات، اللي هي how often. يعني لما اجي اقول لك مثلا ايه، انت بتطعم الطيور كم مرة في اليوم، اهو how often do you feed the birds أو the chickens؟ واحد بيطعمهم على طول يقول ايه؟ I always. واحد احيانا I sometimes. قليل I often. كل ده طبعا ايه؟ نجاوب على how often بكل ظروف التكرار، وهي دي العلامات الدالة على المضارع البسيط.
وبتيجي بعد الفعل او قبل verb to be. يعني ايه بعد الفعل؟ يعني اقول she always studies hard. انما لو كانت الجمله فيها am with و are تيجي بعد am with و are. يعني اقول she is always polite. لو في am with و are مفيش am with و are خلاص ظروف التكرار بتيجي بعد قبل الفعل مباشره. طيب الدرس عشان يثبت اكتر لازم نحل علشان الدرس يثبت اكتر. لو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك هتروح على اليوتيوب هتلاقي ان شاء الله الحلقه كلها كامله بالحل. لو انت في الفيسبوك هتلاقي طبعا دي كده اخر جزئيه في الفيديو بتاعنا. نروح بقى كده للملزمه بتاعتنا. هنلاقي انا شارح لك كل حاجه البريزنت سيمبل، عادات، حقائق، ممكن جداول مواعيد، بس الجداول المواعيد دي مش في كتاب المدرسه اهو. تعالى بقى للشكل. الاي واليو والزي واليو مصدر، الهي والشي والات SES. النفي بننفي بدونت ودازنت والاثنين مصدر. السؤال بنسأل بدو وداس. كل حاجة عندك مشروحة. دي الكلمات الدالة عموما في المرحلة الإعدادية عموما اللي هي always, usually, often, sometimes, rarely, never, every, how often, once, twice, 3 times. دي كل الكلمات الدالة في المرحلة الإعدادية أولى وثانية وثالثة. طيب اللي في كتاب أولى فين بقى؟ خلي بالك ده كده محاكاة لكتاب المدرسة بالظبط. يعني كتاب المدرسة لما تجيب فيه الدرس الثاني هتلاقي فيه 3 كلمات دول ديجيتال وسكرين تايم والسوشيال ميديا اتحفظوا. وطبعا ده درس استماع واحنا لسه الكتاب الاساسي ما نزلش او نصوص الاستماع ما نزلتش فاحنا منتظرين. طيب اللي يهمنا هنا فين؟ اللي يهمنا هنا بقى الجزء ده اللي هي الادفيربس اوف فريكوانسي، ظروف الايه التكرار. بص كده always 100% يعني قوية جدا. يعني لما اقول لك how often do you go to school، كم مرة بتروح المدرسة؟ واحد مش بيغيب خالص يقول I always. طب غاب يوم I usually 90%. طيب بيغيب يومين often sometimes أحيانا rarely 10 وصفر طبعا اللي هي مين never. تعالى كده بيقول لك how often do you use the computer in your school. ده تمرين في كتاب المدرسة. كم مرة بتستخدم الكمبيوتر في المدرسة؟ بيقول لك ومديك 50%. طب ما ال50 اللي احنا قلنا هي كلمة مين؟ I sometimes. يعني ايه sometimes؟ احيانا. Use adverbs of frequency before the main verb. He 70 uses his tablet for homework. ال 70% اللي هي often يبقى he often. I 100% check my emails. بفحص الايميلات يبقى I always. علي is late for school is never. يبقى خلي بالك ظروف التكرار اكتب كده اهو ظروف التكرار تأتي بعد am وis وار. بتيجي بعد am وis وار وقبل الفعل. طيب هنا complete the sentence with the correct adverb. I use my tablet to do homework. جايبين 70%. طبعا 70% قلنا اللي هي مين؟ طبعا اللي هي often. يبقى هنا هنقول I often. بعد كده بيقول لك I watch videos on my phone. 90% اللي هي طبعا usually وصفر اللي هي مين؟ طبعا اللي هي never. وبيقول لك write 3 sentences about yourself. اكتب 3 جمل عن نفسك using adverbs of frequency. يا ريت تكتبوهم في التعليقات دلوقتي في فيسبوك او تكتبوهم في اليوتيوب ونصححهم مع بعضنا ان شاء الله. اقول لكم الجمل دي صح ولا لا. اكتب 3 جمل عن نفسك. انا بلعب، انا بشوف التلفزيون، بس استخدم ظروف التكرار. يعني يقول I usually, I always, I sometimes و send emails, write مثلا letters, send photos. شوف انت بتعمل ايه. اكتب لنا كده 3 جمل. ودي كده اخر جزئية في الدرس الثاني. منتظرين تعليقاتكم. اللي عنده اي مشكلة يا ريت ما تنساش تعمل شير للفيديو على قد ما تقدر عشان تفيد ناس اكتر. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.